لازم تعرفوا ان الاتفاق في الجواز بيقتصر على 4 اشخاص بس، الام والاب من ناحيه العريس والام والاب من ناحيه العروسه. طبعا العروسه والعريس يبقوا كده 6 اشخاص. مش لازم نحمل ميكروباص واحنا رايحين نخطب للواد. لما تروح تتفق لابنك على جوازه ما تاخدش حد معاك، انت وهو وامه. ما تقوليش بقى ازاي ده انا لازم اخد عمامه وخلانه وعم حسين صاحبي اللي بيقعد معايا على القهوه، وتطلع ام رخره تقول له وطنطك عفاف اللي في الدور الرابع موصياني ان انا اخدها يوم الاتفاق بتاعك. كده احنا مش رايحين الاتفاق، احنا كده رايحين كاتب الكتاب والدخله والصباحيه. ما ينفعش يا حاج ويا حاجه خالص اللي بتعملوه ده انا حتى عايزه اقول لكم انه لو عنده اخوات مش ضروري يجوا يوم الاتفاق. انت بتقولي ايه يا ولاء؟ حد اخواته؟ احنا مش رايحين نرقص ولا نهيص، احنا رايحين نقعد قعده تعارف، عايزين تبقى الدنيا هاديه ورايقه ومحدش يبقى ليه علاقه بالتفاصيل اللي هتتقال غير العريس والعروسه واهلهم، علشان في الاتفاق لا تحرجوهم ولا تتحرجوا، لان الغريب اللي هيبقى قاعد مش فاهم لا ظروفكم ولا ظروفهم في اللي تقدروا تجيبوه او ما تجيبوهوش. واهل العروسه كمان هيتكسفوا يقولوا طلباتهم لو في حد غريب قاعد. ورساله كمان لاهل العروسه، الناس هيبقوا جايين بيتك وانت حر تعزم فيه اللي تعزمه، بس ما حبكتش اليوم ده تعزم حد، وعلشان ما يبقاش فيه احراج ويبقوا مكسوفين وقاعدين متكتفين. واليوم ده اصلا بيبقى كله توتر من اوله لاخره. لو قلتوا بقى لحد وناس كتير جت ممكن اي حد من اللي قاعدين يطلع بكلمه ملهاش لازمه والجوازه تبوظ، ومحدش هيبقى عارف ظروفكم غيركم. يعني الغلط والصح بالنسبه لحد مش ضروري يبقى غلط وصح بالنسبه لك. يعني نفترض مثلا ان العريس اللي جاي ظروفه مش قد كده، بس انت عاجبك اخلاقه وتربيته وبنتك عاجبها. لو حد بقى قاعد زي عم العروسه اللي هو اخوك او خالها هيرد يقول لك اصل كده بنتنا مش هتعيش في مستوى كويس، اصل كده احنا هنمرمط بنتنا. محدش ادرى بظروف بنتك ولا سعادتها غيرك. وخلي بالك الكلام اللي بيضايق ده بيفضل عند العريس في ذاكرته ما بينسهوش. وبرده نفس الكلام في الكلام الحلو بالنسبه للعريس والعروسه، اليوم ده ما بيتنسيش. لو اي كلمه اتقالت وحشه في حق العريس في اليوم ده مع اقرب خناقه هيفكرها بيها. وبرده لو اي موقف حلو انت عملته معاه في اليوم ده هيشيلهولك وهيفكر 1000 مره قبل ما يزعل بنتك. نيجي بقى للناس اللي هتزعل ويقولوا ده ما كبروناش واستغنوا عننا وراحوا يخطبوا للواد لوحدهم. بعد اذنكم انا قلت 100 مره كل واحد يبص في ورقته، دي تفاصيل ما ينفعش تتقال. وبعدين لا انتوا هتجهزوا معاهم ولا هتجيبوا السخان والشفاط معاهم، ولا لما يتزنقوا في حاجه هتسلفوهم فلوس، وهم كده كده هيتصلوا يقولوا لكم احنا اتفقنا الحمد لله وهيبقوا يعزموكم على الخطوبه. حتى لو عملوا خطوبه على الضيق وما اتصلوش وما عزموكوش ما تزعلوش، محدش عارف الظروف كانت ايه. دلوقتي الافراح بقت تكلف كتير والناس بقت بتوفر عشان الظروف اللي احنا فيها. انا بقى عايزه احكي لكم عن يوم الاتفاق بتاعي. لا اله الا الله كانت موجوده، كان عمرو وابوه وخاله وجوز اخته وحما اخته ومامته ومرات عمه. انا بقى كان بابا وعمامي ال3 واخوالي وجدي واخو جدي ومراتات عمامي، ده غير الجيران اللي اتلموا لما شافوا الزحمه دي كلها. ده انا فاكره ان ماما لمت كوبايات العماره كلها علشان بس تسقي الناس الموجوده شربات. ايه ده يا اخويا كله ينفع. قولي لي بقى في الكومنتات يوم الاتفاق بتاعك مين اللي جه مع عريسك؟